السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة شهوات اقتصادية مع حنان. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم واحد الكغاتان بلا بات والبطاطا، كيجي خطير جدا، زوين بنين اقتصادي وسريع التحضير، ما كياخذش وقت بزاف. نتمنى ان شاء الله تبقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير اللي غادي نستعملوا في هذا الكغاتان اللي كيجي بنين 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 تيحمق. بقاو معايا حتى للتالي، وما تبخلوش على خصكم بحال بلايك اشتراك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وشكرا بزاف. هنا كيف ما لاحظتوا معايا درنا واحد الطنجره فيها هكذا كميه ديال الماء حتى غلات. زدنا عليها واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه ديال الزيت، وضفت عليها 250 غرام ديال لي باط ديال هذا الشكل هذا. يمكن لكم تضيفوا اي عجائن نتوما كتفضلوا او متوفره عندكم، وبالنسبه للكميه فكتبقى دائما بطبيعه الحال حسب عدد افراد الاسره. هنا جانبا واحد المقيله خديتها، درت عليها بصله كبيره ديال البصله ديال حبه ديال البصله كبيره مشلضه هكا رقيقه، وزدت عليها واحد شويه ديال الزيت، واحد 3 المعالق هكذا، واش غنشحرها مزيان حتى تنزل وتلون، يعني اللون ديالها تولي ذهبيه على هذا الشكل هذا، باش كتعطينا واحد البنه زوينه للكغاتان ديالنا ملي كتوصل لهذا الشكل هكذا في التحمار. من بعد كنضيف عليها واحد 300 غرام ديال صدر الدجاج او الديك الرومي، عفوا هنايا درت، ولكن يمكن لكم تعوضوه بالدجاج او الكفته او اللي عندكم متوفر. كيف ما يمكن لكم ديروا غير البصله بوحدها فقط، تشحروها مزيان حتى تنزل توصل لهذا اللون هذا الذهب، وتخلطوها مع لي باط، وديروا الطون في عوط الدجاج او الكفته او لا دند فقط. هو الطون ما غاديش يطيب حتى تشحر البصله بوحدها، عاد تخلطوها مع لي باط. هنا خليت لي باط ديالي تسلقات واحد 2 دقائق ولا حتى ل3، عاد غنضيف واحد 2 حبات كبار هكا ديال البطاطا اللي مقطعين على شكل مربعات صغيره هكذا. صافي وغادي نخليهم يتسلقوا لان البطاطا دغيا كطيب ولي بات شويه كتشد الوقت، فيلاه باش يجيو على قد يعني في الطياب. هنا البصله ديالنا راه تشحرات هي والدجاج ديالنا تشحر، شرب داك التوابل مزيان، وصبحت الحشوه ديالنا واجده. كذلك لي باط حتى هي راه صافي غير كنزيدو عليها البطاطا، كنزيدو عليها واحد 2 دقائق اخرى ولا 3 صافي كتكون واجده. من بعد كنصفيوها وغادي نديروها هكذا في المول اللي غادي يدخل الفران اللي غنقدم فيه الكغاتان ديالي. يمكن لكم ديروها تستعملوا اي مول او مقله او اي حاجه اللي كتقدموا فيها لي كغاتان ديالكم. صافي هنا كنحطيت ديك لي باط والبطاطا، غنزيد عليهم هذيك الدجاج والبصيله اللي تشحروا مزيان كيف ما لاحظتوا معايا، وغادي نخلطهم مزيان. من بعد ما غادي يتخلطوا غادي نخليهم جانبا، وغادي ندوزو نوجدوا صلصه البيشاميل اللي كنوجدها بواحد الطريقه اللي سهله جدا. اي مبتدئه عمرها ما دارت البيشاميل يمكن لها تحضرها، وكيجي زوين بزاف وبنين ويعني وعاقد، هو هذاك في القوام ديالو. فكما تلاحظوا معايا هنا غادي ناخذ الاناء اللي غادي نحضر فيه البيشاميل ديالي. نخدم هذا، درت هنا واحد نص لتر الحليب، صراحه نص لتر الحليب وزيد عليه واحد الكاس اخر، يعني بغيت البيشاميل تجي عندي كثيره باش كيجي الكغاتان ديالي بنين. زدت عليه هنا واحد 2 معالق كبار بومبي ديال الفورس كيف ما لاحظتوا معايا او الدقيق الابيض، ونص معلقه كذلك. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره يعني وافيه مزيان او عمره مزيان ديال الزبده، اي زبده نتوما كتستعملوا. انا هذه استعملت الزبده ديال الطاسه هي اللي كنخليها كندير بها هكا البيشاميل. غادي نزيد كذلك معلقه صغيره ديال الملحه، واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار. هذوك المعلقات الصغار ديال الحكيكات ديال العطريه، ماشي المعلقه الصغيره يعني اللي كنستعملوها ديال القهوه. صافي وغادي نخلطهم مزيان هكذايا على البارد. عاد غنديرهم فوق النار مع التحريك المستمر، ما نهزوش يدينا عليه ابدا حتى كيبدا لنا كيوصل يعني لمرحله الغليان، كيبدا يعقد. صافي عاد غنزولوه من النار، وغادي يكون البيشاميل ديالنا واجد وكيجي بنين زوين، القوام ديالو خطير جدا. يمكننا نضيفوا واحد رشيشه ديال الكوزه حتى هي كتعطيه واحد البنه زوينه صراحه. هي الوصفه الاصليه كتكون بالكوزه، ملي كتكون عندي كنديرها، ملي ما كتكونش عندي صراحه كنستغنى عليها. صافي من بعد ما وجد البيشاميل ديالي هنايا هو سخون، انه كيكون مازال خفيف شويه، غادي نخلطو مع هاد لي باط والبطاطا وهداك الدجاج ديالنا. بغيت هاد البطاطا ولي باط يتلبسوا كاملين بهاد البيشاميل باش كتجي يعني البنه متوازنه او يعني متوزعه عفوا على جميع الكغاتان ديالنا. ما نديروهش غير من الوجه فقط باش كتجي البنه يعني من الاسفل اي عضه زينه كتجينا بنينه ومتلبسه بالبيشاميل. صافي غادي نخلطو هكذا مزيان بهذا البيشاميل، وعاد غادي نضيف واحد الرشه ديال الجبن البمشور او الفرماج هكذا محكوك على الوجه. عاد غادي نضيف
الطبقه ديال البيشاميل اللي على الوجه. ملي كنديروا الفرماج من التحت كيعطينا التعليكه والبنه وما كيتحرقش لينا. الا خلينا الفرماج كامل درناه هكذا على الوجه فراه كيتحرق وما تنستافدوش منه صراحه، ما كيعطيناش ديك المطه او ديك التعليكه. فكندير واحد الكميه مهمه هكذا من التحت، عاد كنديروا البيشاميل من الفوق وتنخلي واحد الرشه باش شويه هكذا على الوجه، غير باش تعطينا ديك يعني تكغاتينا باش كيجينا كغاتين ديالنا زوين ومذهب فقط. هنا كيف ما لاحظتوا معايا راه درت هنا الفرماج او الجبن المبشور هكذا. عاد غادي ندير هذيك البيشاميل اللي بقات، هي بدات كتعقد ما حدا كتبرد شي شويه وهي كتعقد. كتجي صراحه خطيره هاد الطريقه هكا ديال البيشاميل وساهله. صافي كنوزع هذاك الصلصه هكذا على الوجه حتى كنقادها مزيان، وعاد غادي ندير غير واحد الرشه خفيفه ديال الجبن اولا الفرماج هكذا على الوجه باش يعطينا كيف ما قلت هذيك يعني التذهيبه على الوجه. صافي وغادي ندخلو للفران اللي يكون سخون مزيان على 300 درجه الحراره بالنسبه للفرن الكهربائي. بالنسبه للفرن الغاز غادي نسخنوه حتى هو على اعلى درجه وكنديروه حتى كيبان لنا الذهبات من الجنيبات، وكنديروه عاوتاني على الوجه حتى كياخذ ديك التذهيبه ديالو. بالنسبه ديال الدور انا كنشعل من الفوق ومن التحت كيف ما تلاحظوا معايا هنا، وكنخليه في الوسط ديال الفران، ما كنطلعوش يعني شويه قريب او كنهبطو شويه لتحت، كنخليه في الوسط حتى كيطيب على خاطرو كيوصل لهذا اللون هذا وتيكون واجد. هنا يلاه كيخرجها من الفران هي باقا كتكتك او كتغلي. نحاولوا نخليوها تتبرد شي شويه او تهدن او تدفى هكذا، عادي يمكن نقطعوها باش كتعطينا واحد المورسو اللي يكون مقاد وزوين. اما لا قطعناه وهي مازال سخونه فراها كتفرتت يعني ما كتعطيناش يعني الطريف ديالنا مقاد. هنا راه يعني ما صبروش على صراحه حتى بردات، راه قطعت لهم منها وهي مازال سخونه. وهنا راه خليتها حتى بردت شي شويه، عاد قطعت لكم طريف هكذا باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. يعني ملي كتشد راسها راه كتجي زوينه وكتجي بنينه، واحد البنه خياليه اللي كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه اللي قلت لكم.